السلام عليكم. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل غدا النهارده. غدا النهارده هنعمله بربع صدور فراخ بانيه يعني، والمكرونه بشاميل، بس بدل ما احط لحمه مفرومه هحط فراخ نجرسكو يعني، او فكره النجرسكو. هحط بقى معلقه دقيق، معلقه جنزبيل، عصره ليمونه، علشان ما يبقاش في الفراخ ريحه زفاره خالص. وهحط شويه ميه كمان وهسيبها منقوعه شويه، وبعد كده هشطفها كويس قوي، وهقطع البانيه مكعبات صغيره زي ما احنا شايفين كده. وانا شغاله بقى حصلت معايا مفاجاه ما اقولكوش، يعني تعتبر ايه، كانت هتعطلني، بس طبعا الشطره بتغزل بايه، انتوا فاهمين بقى، كملوا انتوا المثل. هقطع بقى الفراخ زي ما احنا شايفين كده مكعبات صغيره خالص. ده ربع بانيه، لو انت هتعملي كميه اكبر هتجيبي نص، هتجيبي زي ما انت عايزه بقى، ده حسب كميه الاكل اللي انت هتعمليها. شطفتها كويس قوي بقى من ميه النقع اللي انا عاملاها دي، عشان ما تبقاش فيها اي ريحه زفاره، وهركنها على جنب شويه. هجيب بقى معلقه سمنه كده حلوه كده كويسه متوسطه، وهنزل ببصلايه كبيره مبشوره كويس قوي. هقلب البصلايه لما تدبل معايا، هنزل بفلفل الوان، هفضل اقلب في البصله كده، وهحط ملح وفلفل علشان اتبل البصله. هتجيب بقى فلفل الوان، بصوا بقى الالوان هي اللي بتشد العين للاكل، يعني ممكن الانسان تبقى نفسه مسدوده لكن شكل الاكل يشهي يعني فياكل. فبنحاول ننوع لاولادنا خصوصا في الحر، لان الصيف ما بيخليش الشهيه تبقى مفتوحه، فولادنا مش بياكلوا. هقلب بقى كده لحد لما البصل يدبل مع الفلفل، وهنزل بيه صدور الفراخ الكمية اللي انا عاملاها. هحط بقى ملح وفلفل وسبع بهارات وبهارات دجاج او مرقة دجاج. هقلب بقى كله مع بعضه كده لغاية لما ينزل ميته، وبعد كده هسيبه يستوي لحد لما تشرب المية اللي هتنزل منها. طبعا انا كنت سلقت المكرونة قبل ما ابدأ في عمايل الفراخ. واحنا شغالين بنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وبنسبح وبنستغفر وبنكبر وبنحمد ربنا على كل النعم اللي ربنا بيديها لنا. هغطي بقى كده لحد لما تستوي خالص، يعني تنزل ميتها وتشربها، وبعدين هعمل البشاميل معلقتين كبار سمنة، هحط عليهم 5 معالق دقيق. لو هتعملي كمية أكبر هتحطي 6 معالق دقيق، ولازم الدقيق يبقى سايح في السمنة، ما ينفعش يبقى فيه تكتلات. يعني لو لقيتي كمية الدقيق أكتر من كمية السمنة زودي السمنة أو الزبدة، يعني أنا هنا زودت قطعتين زبدة علشان يبقى الدقيق بالشكل ده. هنزل بقى بكمية اللبن بتاعتي، لقيت اللبن مش هيكفي، نزلت بمية سليق المكرونة. يا جماعة بتودي البشاميل في حتة تانية، جربيها تحفة. مية سليق المكرونة هنزل بيها كده، وهعمل البشاميل بتاعي، ونفس البهارات اللي حطيتها على الفراخ هحطها على البشاميل. ما تنسيش بقى طبعا واحنا شغالين بنسبح ونستغفر بنعمل المطبخ ده السبحة بتاعتنا، بتاخدي كمية حسنات وتعملي الأكل، وكمان الأكل بيطلع طعمه حلو جدا ومظبوط. هسيب بقى البشاميل بتاعي يتظبط كده، أنا عايزاه جوسي مش عايزاه تقيل. هحط بقى المكرونة، وبعدين الحشو بتاعي، وهحط كمية المكرونة التانية، وهقطع جبنة موتزاريلا. الجبنة ما كانتش عايزة تتبشر معايا، فطلعتها من الفريزر، قطعتها حتت كده وحطيتها في النص، وبعدين هبشر الباقي. طبعا المفروض ان انا كنت مشغله الفرن عشان احط المكرونه، لقيت الفرن باظ يعني فاهمين، بعد ما عملت الصينيه لقيت الفرن باظ. الامان بتاع الفرن فصل، يعني كل ما البوتاجاز الفرن يسخن النار تطفي. وطبعا دي كانت ازمه بالنسبه لي، انا مش عارفه اعمل ايه. فطبعا زي ما قلت لكم الشطره تغزل بايه، كملوا انتوا بقى المثل. حطيت الصينيه الاول في الفرن، لقيته اتطفى اول ما الفرن سخن. رحت جايبه الصينيه حطاها من فوق وهي متغطيه، لغايه لما حسيت اني اخدت لون من تحت على البوتاجاز من فوق، وبعد كده حطيتها تحت الشوايه وطلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الشطره تغزل برجل، قولوا انتوا بقى. الف هنا وشفا، طبعا جربوها، طعمها حلو جدا جدا وجوسي جدا. وطبعا الجنزبيل والدقيق بيضيع ريحه الزفاره خالص خالص من الفراخ، وطبعا عصره ليمونه، وبلاش نحط خل. والف هنا وشفا على كل اللي اكل منها، والف هنا وشفا على كل حد بياكل عندنا لقمه. ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه وفعلي الجرس واللايك، بالله عليكم اللايك عشان ترفعوا لي القناه. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وسلام.